الأهلي عنده مواجهة مهمة للغاية اليوم لما هيقابل نادي زد. المباراة اللي من وجهة نظري لا تقبل القسمة على اتنين، لا تقبل القسمة على اتنين، لأن الفريقين عندهم طموحات كبيرة. النادي الأهلي اللي عايز يستعيد الصدارة ويطمن جمهوره إن هو هيقدر إن هو ينافس بشكل كبير على لقب الدوري، لأن غير مقبول بالنسبة لجماهير النادي الأهلي فقدان لقب الدوري بعد فقدان طبعا بطولتين الموسم ده. اما نادي زد فعايز يسعى ان هو يكون بين السبعه الكبار، لان خلاص الامور شبه بتحسم علشان الدوري هينقسم للمجموعتين في ابتداء ان شاء الله من الجولات القادمه. اما بالنسبه لمباراه نادي الزمالك ومباراه بيراميدز اللي هتبقى بعد بكره ان شاء الله، فهتبقى يعني مهمه جدا برضو للنادي الاهلي، على اساس لو حصل تعادل، وفي حاله التعادل النادي الاهلي هيبقى هو اللي جنى ثمار الدور ده ان شاء الله، او المباريات دي باذن الله، والجوله هتبقى حسمت لمصلحه النادي الاهلي. كل التوفيق لجماهير النادي الاهلي وللنادي الاهلي ان شاء الله فيما هو قادم.